تخيل تبقى شايل في إيدك كنز يصفر بلد كاملة ومسؤول عن حماية تاريخ ملوش تمن، وفي الآخر تروح تقبض مبلغ يدوب يمشيك نص الشهر. احنا النهاردة مش بنفتح ملف سرقة ولا بنرمي اتهامات، احنا بنفتح العلبة المقفولة على ناس بيتعاملوا مع ذهب وهم بيقبضوا الفكة. ليه اللي بيحافظ على الأثر ملوش كادر زي اللي بيسوق للأثر؟ وليه خبير بقاله 30 سنة في الرمل والحر لسه بيحلم بمرتب آدمي؟ الحكاية مش حكاية فلوس وبس، دي حكاية تقدير ضايع بين المتاحف والمكاتب المكيفة. الدكتور أحمد صالح مدير متحف التحنيط الأسبق بيقول إن قضية رواتب قطاع الآثار والمطالبة بمساواتها بقطاع السياحة قديمة ومتجددة، وبيستغرب جدا إزاي باحث أو خبير بقاله 31 سنة في الخدمة مرتبه ما بيزيدش عن 11,000 جنيه. صالح بيوضح إن المشكلة في عدم المساواة، لأن السياحة أصلا محمولة على الآثار، ولولا مجهود الآثريين ما كانتش الإيرادات الضخمة دخلت خزنة الدولة. وعشان كده لازم الرواتب تتحرر من قانون الخدمة المدنية ويكون ليها كادر خاص وبدل مخاطر وتأمين صحي حقيقي. من ناحية تانية الدكتور أحمد عامر بيأكد أن ربط مرتبات الآثريين بالدرجة الوظيفية شيء مش منطقي، خاصة أن إيرادات الوزارة وصلت لأكتر من 15 مليار دولار السنة اللي فاتت بفضل مجهود 35 ألف موظف. عامر لفت النظر لأن في شباب في الدرجة الثالثة مرتبهم ما بيزيدش عن 6,000 جنيه، وده رقم لا يليق أبدا بحد بيتعرض لمخاطر في الصحاري والمواقع الجبلية وهو شايل في عهدته قطع بالمليارات. ولازم يكون في نقابة قوية تدافع عن حقوقهم المهدرة وترفع بدل المخاطر اللي بيواجهوها كل يوم.